واحد قال يهديكم الله ويصلح باباكم، زعما الباب، ويا يهديكم الله ويصلح بالكم في العطسة، قال باباكم. علاش؟ لأنها لقطة كجايز ما سمعاش ويقراها ويسمع الشرح ديالها يهديكم الله ويصلح بالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود كيعطسوا قدامه ويقول يهديكم الله، ما كيقول ودعرف في القصه ودعرف بان السلام علاش وكذا 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 امور كثيره. هذا ما يجي التفريط ديالنا حنا، ما عندناش واحد الحرص. واش فهمتي؟ واحد الحرص. انا والله ولت في الباركو من برشلونه لطنجه، جبرني واحد السيد في الجمعيه كيعرفني قال لي اجي اعمل كلمه وكذا وهذه، وعملنا واحد الراجل كبير تلقاني كيبكي في الباركو لدار، قال لي الكلام وتكلمت لهم على الصلاه، تكلمنا على الصلاه في الباركو، تكلمنا على الصلاه كيفاش تصلي من تكبيره الاحرام حتى للتسليم، وتكلمنا. هذا السيد قال لي انا مشات حياتي اللي قازت كامله ما كاين بوصله، قال لي الروينه وصار. قال لي علاش ان التقاليد وجدنا اباءنا، احنا عرفنا الوالدين هيداك صافي كذا الشيء اللي كاين الصلاه هيدا والكلام. لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابه رضي الله عنهم دائما كان يقول اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحرص بارك الله فيكم، ونحن نخرج هذا يعني نسال الله عز وجل ان يتقبل منا، يخرج دعوه الى الاخوه ان شاء الله ويجوا للمسجد ويحرصوا، ماشي ضروري حقيقة. احنا اشتغلنا بهذا القبص وهذا الزخاريف وهذا الرخام والتريات. مشيت انا لبلجيكا المساجد، تريه 400 الاورو واحده، 8 تريات كاينين، 400 الاورو لواحد التريه. ثم ايش؟ شوف المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه تريات، لا كان كيخطب الشتاء كيطيح كيهود له على وجهه، عرفوا هذه. وما كان كيسجد فني كيطلع له هنا في السنطيحه ديالو الجبهه الغايص. ومع ذلك شكون خرج من ديك المسجد؟ شنو خرج منه؟ كان جامعة، أكبر جامعة في الدنيا اللي تخرج منها العظماء والعلماء والمجاهدين. تخرج منها خالد بن الوليد، تخرج منها أبو هريرة حفظ 5000 حديث، تخرج منها عبد الله بن عمر وهلم جرا من الصحابة الكبار. المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان قصيوة مغطي بشي جارد النخل والقصيبات فقط وفيه الغاز، حتى أنه الأعرابي دخلوا بال في القنت المسجد، مشى للقنت رافعين وبال. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ناضلين كما غيلحقوا الرسول صلى الله عليه وسلم تما كاشي، قال لهم خليوه كما يتلحق فيه تاطر، لأن كانوا معهم السيوف، شي معها الخنجر، شي معها هذه، وما يجيبوا لنا في الجامع. قال لا تزرموه، دعوه يكمل بوله. قال هذا المسجد هذا لا يصلح لهذا. قال والله ما حسبته إلا صعيدا واحدا، انا ما حسب ليش، انا حسب لي في حال برا بحال هنا. علاش؟ لان كاشي كيختلف، ما كانش مغطي على الرمله والتراب وهذه وصافي. ومع ذلك ولهذا حنا دابا رجعنا كنحرصوا على الزواق ديال المسجد. حتى انا الناس وراوني في الباب ديال الباركو الكتالوج، عاودنا نبنيو الجامع، وراني قلت له هذه كليسيا حاشا واش تكون جامع. الزواق بزاف، شارجي معوج هيدا وما نعرف علاش زعما شارجي مع هذه مرب حاف حايده ويكون الايمان فيه والدروس ويكون كذا، واللي يجي المسجد يستافد يخرج هايده بركه بخير. الله ما طلبش منا أننا نكونوا كشي مزواق، ولكن طلب منا نكونوا مزيانين مع بعضنا، نكونوا إخوة مع بعضياتنا. ماشي فيما مشينا المساجد الدعوة في المحكمة. أنا قلت للإخوان دابا فيما مشينا الدعوة في المحكمة، الدعوة كلشي خصو يحكم، كلشي خصو يكون رئيس. لا حتى أنني بعدت دائما يقول لك الجمعية، لا أنا نبعد. علاش؟ أن الصالحين كيبغيو يخدموا كيوقع العراقيل وعلاه. الإنسان يجتهد. حنا هنا قليل وماشيين بحالنا، ما يوقع لنا شي بحال فرنسا. عرفتي شنو يوقع لفرنسا؟ الناس كبارين يبقاو يدبزوا مع بعضهم، قتل فيا ندبز فيك وكذا، ما نعرفش ذاك الناس كبارين. الجيل اللي طلع ما كيعرف لا عربيه لا والو، والجيل عاود اللي طلع ما كيعرفش. حتى دابا الامام كيخطب بالفرنساويه واللي كيقراو القران بالفرنسيه، ولكن يطلع فرنساوي يسلم يتعلم العربيه، وهما الوالدين ديالهم مسلمين وعرب وما كيعرفوش العربيه. انت عرف ان الترجمه احيانا ما توصلكش، واش كلام كيما نزل. رانا قريت في الترجمه بالاسبانيه لا تاخذه سنه ولا نوم، لا تاخذه اونانيو. سينا قل باش ترجموها سنه، اونانيو ترجموها هي السينه، اول درجات النوم. هيدا الله ما كدهش السينه، لا تاخذه سنه وما كينامش ولا نوم. السينه هي اول درجات النوم. يلا كتبقى عاود افتح هكذا، هذه السينه. هما لا تاخذه سنه، قال لك لا تاخذه اونانيو دوسيميسيس، هذه في الترجمه. يوم يقراها اخر دوسيميسيس، كيفاش ربي لا تاخذه دوسيميسيس؟
ولا نوم. فلهذا نجتهد أن الإنسان يعرف الكتاب الله عز وجل ويعرف. أنت كنقرأ حنا يقول رب الفلق كاملين حبينا حافظينها. شني الفلق؟ شني غاسق إذا وقب؟ شني النفاثات في العقد؟ هذه الفلق. وجبار آخر معلق الكوادرو فيه يقول أعوذ برب الفلق وكيضرب الشقوفة والكوادرو فوق منه ما على بالوش بديك الفلق شني هي ولا كذا. أنا شفته بعيني الآيات الكرسي والشقوفة معاها. وعلاش تعلقها؟ أنت عارفة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. عارفة التفسير ديالو كتقرا بها تمع. ولهذا ملي كتعرف التفسير ديال هذه الآيات وأنت كتقرا بهم كتحس باللذة. ولهذا ملي كيطول الفقيه وأنت كتعرف وكتمع عن كلام الله ما كتقنطش. واحد كسجد قدامي والفقيه طول في السجود والله إلا كل شيء سمعته كيقول اوف. قول علاش؟ لأن شنو قال سبحان الله سلام 3 مرات وجلس نهار كيستنى وكيقول مع بالو هذا اش كيقي تما واش نسى ولا نعاس ما عرفش. الفقيه كيتلذذ كيدعي كيقول يا ربي صلح لي الذريه يا ربي رزقني شي دويره يا ربي استرني يا ربي شافي لي بابا والجار ديالي موراه الناس بزاف خصو يدعي لهم. خينا قول شنو قال سالا وجلس تما. انا اخر هيدا واحد قدام سالاونا شنو هذا دي لا. الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال لما ينسالوا من الصلاة؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. علاش؟ لأنك تستغفر الله مورا الصلاة وهذا تلدد أستغفر الله أستغفر الله علاش؟ كتستغفر الله ديك النقصان اللي وقع في الصلاة. لأن ملي كنفقي كيقرا كذلك أنت مع لا بيضا لابورا خصك تجيبها باش ديها دوطامينتو وكذلك مع السيكورو غيعيطوا لي باسبور نصبنو ولا نقي في لابادورا ولا نقول لهم تحلق عيطوا لي يجبروني هوت المغرب يزولوا لي اجوده وانت بالك والفقيه يقرا بالزبور ولا الانجيل ولا التوراه انت ما على بالك شيء. حقيقه انت ملي كتسالي الصلاه اش كتقول؟ استغفر الله من ديك الروينه اللي عملتي. انا واحد صلى قدامي التليفون كيصوني وما بغاش يطفي حشيت يدي في الجيم ديالو جبدته طفيته ورجعوا له هو من عندك اطفي علينا التليفون. وعاد الامام قال اغلقوا هواتفكم. أنا مزوج إذا ما طفيوا التليفونات ديالكم الإخوان طفيوا التليفون. سالينا كبار بدا يقرا صونا التليفون. أنا كنستناه يطفي والو عشي جبد ديك نوكيا أنا زولت له المفتاح وطفيته ورجعت له وعنده الطراوزيز مزير غيمشي يتحارب يمكن مزير بالدراب عشيت يدي مع السروال وجبدته ورجعته وما ينسى الإمام قلت دابا يقول لي أخي علاش شتي يدك في الجيم ديالي والو. يعني أمور كثيرة. وآخر كذا في المساجد اخر صحته قلت له اخي عندك السروال هود والشاكيطه طلعت وبانت العوره ديالك وخصك قال لي انت فيك عينك في السجود ولا في العوره ديالك؟ يعني انت كتنصحه هو خصو يفتش لك فين عاود يضربك. قلت له لا انا كان عيني في السجود ولكن هذاك الشيء اللي كنهضر لك عليه شفته في تحيه المسجد. ملي كنت كنشوف في السماء ديك الساعه ما كان عندي فين نشوف في السجود. انا جالس باقي ما تقامتش الصلاه نشوف فين ما بغيت. ديك الساعه شفتك كتصلي انت تحيه المسجد ودهر طهرك وما يصلينا العشاء انا نصحتك. اذا فين الخطا عندي؟ صافي هذيك الساعه فلت له انا من بعد كحصلني صافي. يعني انت كيفاش خصك تشوف في السجود وشفتي في طهري هو حسب له شفت في الصلاه. فهذه في المساجد الانسان اذا جاء يتعلم امور كثيره يجيو المساجد يتعلم. هذه احنا احنا الامام كيصلي وذكر في الضالين اللي ذكرت في سوره ابراهيم نصف الجامع قال امين يا وشمت. يعني المساجد والصلاه تم الاذكار استغفر الله استغفر الله كتلذذ بها والله. الامام استغفر الله وانت كتعرف راسك بانك كتقولها لانك سهيتي. لان الله في القران اذا كان قال فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون مشينا فاهم. واحد السيد كيحكي لي امام المسجد في الباديه قال شي واحد جا جبروا صلاوا العصر وجابوا واحد البقره الوزيعه دخل صلى العصر وجا قال له واش حاجتكم من الواحد؟ قالوا فوقاش حسبتيها؟ قال لهم في العصر في الصالح حسب حاجته من الواحد. وانا واحد السيد والله هذاك انا كنت ناقش مع الناس بزاف قال لي دخلت هو كان كيكمي هاد المخدرات وكتجيب الجوع بالمغرب خصوصا تما الكاليضه في المغرب كيكميها وكتجيب الجوع ديك السلعه الواعره ودخل ويماه كتصلي وسمعته في الطنجره الكوكوت وهي راكعه قالت له خلي الخاك وجا عندي كيسقسيني كيقول لي دابا هذه صلاه الوالده في الركوع قالت لي خلي الخاك. واش فهمت؟ وشكون دام بدك الوالده ديالو؟ هو المفروض انها هي قراته كتستنى يوريها يقول لها كيفاش الركوع. هو لا مشى للجوانات وهي مكفسه وهو تكفس وتلاقى شي معاش يلا خلي الخاك. قال لي قلت لها الوالده عانوض يعني اش من صلاه في الركوع طلت قالت له خلي الخاك.
لا حقيقة هذه في المساجد يعني أمور كتضحك. أنا باكستاني في برشلونة، باكستاني صونا له التليفون حنا راكعين، أنا كنحكي لك حاجة شفتها بعيني، هذا التليفون قالوا مرضى كي دار بكرتا دي ميتا، ورجعوا وكمل الركوع ديالو بحال ما كان والو، ورزلنا حتى الصلاة ديالنا. أنا ما قدرتش نوانطر فيه، كنت حابس ما يسمعونيش الناس، ولكن في الداخل ديالي الكارت ميموار ترونت، فين غنقولوا واش غادعيو باش واش هذه أمور خاصنا احنا نرجعوها. المسجد تعدل باش يتفقه الناس ويجيو، يعني اخر ما يدخل من هنا كاين واحد الفائده، خرج ماشي بحال اللي دخل، ماشي دخل خاوي خرج خاوي، لا دخل يتعلم، ما فيها عيب. حتى الناس كيستحيوا الان يسقسيو فلان هذه، لا انا نقول لهم تكون موعظه وكذا، قل لفلان واجي فلان وهذه اعمل وكذا. قدموني ناس انا نصلي بهم المغرب وتعطل في دعاء الاستفتاح. انت عارف ما يكبر الامام من السنه انه يقول دعاء الاستفتاح ثم ذلك الاستعاذه ثم البسمله، عاد يدخل في الحمد لله. وانا تعطلت، هو حسب له انا كنصلي العصر نسيت بالسر وكنسمع وشي كيشخر شي كيزعرط شي ما نعرف، وهذا هو المفروض كان خصهم يقولوا استفتحوا سبحان الله. ولا ما ينساليت قال لي واحد انا حسب لي نسيتك تصلي العصر كنت غادي نخصك، قلت له كنت نخصتيني كنت انا غنركلك، لان النخص كيتبعوا الركال. وفاي تعلمت يا صاحبي غادي نخصني، سبحان الله اش كيقول غادي نخصني، قال لي كنت غنخصك حنا في الصلاه. وسبحان الله ما قريتي مره في حياتك 70 سنه في الجامع ما عرفتيش بان الامام اذا خطا تقول سبحان الله، وماشي هكذاك. سبحان الله تكون مؤدبه. وغنقول لكم هذه اخر قصه نختم بها، وحنا تشرفنا باللقاء ديالكم، وكما كيقولوا الدخول المدرسي ورجعنا من العطله، الحاله الماديه والحاله المعنويه شويه قاصحه، فبغينا تكون هذه الجلسه ان شاء الله ما نطولوش عليكم، نطلبوا الله ما تكونش يعني فوتنا القدر المسموح به. فعندي واحد الاخ السيد خدام في الاوتيل في تطوان، جا سقساني قال لي وقعت لي واحد الحكايه، مشى صلى الظهر والعصر ومشى نعس من الخدمه، ملي نعس فاق سمع المؤذن كيأذن صلاه العشاء، شاف الساعه اللي عنده في البيت، مشى صلى المغرب ومشى للجامع، مشى للجامع باش يصلي العشاء، وهي هذيك ماشي العشاء هذيك المغرب، هو الساعه شاف حسب له كان ناعس فات، مشى يصلي معاهم العشاء، جبر الناس خارجين، هو النية ديالو العشاء هي هذيك المغرب على الساعه عندهم مرزيه اللي في البيت، دخل خلى الناس خارجين، دخل هيدا هو يدخل باش لقى انت هيدا باش يصلي، وقف هيدا هو جا قال له اخي باقي ما صلي، قال له بلاتي صليوا جماعه، قال له واخا بقاو هذه تجمعوا، قدموه ليلو، قال لي عمري في حياتي ما صليت بوالو واحد، قال لي كنصلي عا براسي، قدموه وزيروه، المهم بدا يصلي بهم، قال لي انا مع بالي كنقول اجاوب تبت راك كتصلي بالناس ماشي بوحدك خمم في الاوطيل والخدام، هذا باب الناس ما تخمم في والو، قال لي والله غينزل عليا واحد الخشوع عمري ما نزل، ثابت صلى بهم الركعه الاولى، الركعه الثانيه هما كيصليوا المغرب، في الركعه الثالثه خصو يجلس يشاهد التشهد، هو ناض وبالو معاه 100% لان كيخاف الناس موراه، خصوصا قال لي في الركعه الثانيه ما قلت امين، قرا الفاتحه في الركعه الثانيه، قال اسمع من موراه ما يقالوا على الضالين، اسمع من موراه امين، الناس قواروا اللي جاو معطلين، جاد الوليد وقف جاد الثانيه، ترجع السيد كيصلي بجماعه اخرى ناس اخرين بزاف، هو جلس التشهد، هو يعني خصهم يجلس التشهد المغرب، هو وقف، بقاو الناس هل الشاهد من الكلام، قال لي واحد كان كيقول وسبحان الله، هذه لا سبحان الله وسبحان الله، قال لي شي كيسعر شي، قال انا كنقول هادو ماشي قال لي والعروقه وقلبه كيدق وهادي وفين غيسعر، قلت له من بعد، قال لي الحمد لله كالصباط ديالي عملته بغارتي ماشي خليته موراي، هز الصباط وهرب من الباب اخر، وخلى هذيك جوج الصفوف هاد الناس قد هيدا واقفين كاملين. جاود في اوطيل اتينا صاحبي عزيز عليا، كنقول له هالقصه ديالك وهرب، هز الصباط وهرب، ايوا جا القهوه عيط على، قال لي انا كنت قطعت الكارو عيطت القهوه وكنيت واحد الكارو، قال لي جابوا لي الحريق دراس والشقيقه والحمى، واش فهمت لان صعيب الامامه بالناس، هو اول مره جا القهوه جلس، بقى جالس واحد العدد، هو يسمع المؤذن كيأذن، عيط الكاميرا وقال له شنو هذا، قال له هذه الظهر، واش رايكم، قال له العشاء ما كتشوفش الليل، قال لي عاد عرفت بان انا كنت كنصلي بالناس العشاء وهي باقا المغرب، قال لي شنو الحل كتشوف شنو زعما في رايك، قلت له الراي ديالي تشري واحد اللوحه مع شي نجار وترجع لديك الساعه اللي في البيت ديالك وشق على 16، واش فهمت، تشوف الانسان ما عرفش الخطا وقع. فلهذا
أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا إخوانا متحابين في الله، وأن يبعد عنا الشحناء والبغضاء والحسد والخلاف والفراق والتفرقة، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا ونساءنا، وأن يجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، وأن يرنا الله الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذا اللقاء الطيب. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا البيت المبارك مع هذا الإمام الطيب نحسبه كذلك بهذه القراءة الماتعة، أسأله كما جمعنا في هذا البيت أن يجمعنا في الجنة مع محمد صلى الله عليه وصحبه. وبارك الله فيكم، وسمحوا لي تعطلت عليكم، وجزاكم الله خيرا.